لما باجي اقول لحد ان احنا نقدر في الشتاء نخس جدا ونكتسب عادات صحيه، بلاقي كلام زي دي الشتاء بتاكل، ده ازاي؟ ده الشتاء دي الفصل اللي احنا المفروض نقعد ناكل فيه طول النهار، وهنحل الموضوع ده ازاي؟ تعالوا كده نشوف احنا ليه بناكل في الشتاء. مبدئيا الشتاء بسبب السقعه، فناس كتير مش بتمارس انشطه كتير كانت بتمارسها مثلا في الصيف. النزول بيكون اقل، فده بيدينا وقت كبير فاضي. بالاضافه للسبب اللي ناس كتير بتاكل عشانه، ان احنا بناكل عشان نتدفى. انا سقعانه فانا هخش اعمل كوبايه سحلب، او اكل بليله مثلا باللبن سخنه، وهكذا عشان خاطر اتدفى. مبدئيا نيجي بس لنقطه الدفى دي يا جماعه، مش الاكل بس اللي بيدفي. يعني احنا ممكن بكل بساطه ان احنا في الشتاء، الناس اللي بتنزل جيم وبتتمرن في الشتاء، يعني حرفيا اغلب الناس اللي معايا مثلا في الجيم بلاقيهم في الشتاء هم مش بيلبسوا تقيل زي الناس، مش بيكونوا سقعانين بنفس المستوى. فالرياضه بتساعد اصلا جسمك ان هو يحرق ويدفي. بالنسبه لنقطه، نيجي لنقطة ان احنا بيكون عندنا وقت فاضي في الشتاء عشان ما بننزلش كتير. انا دايما بشوف ان سبب كل مشاكل السمنة اللي عند الناس دي، هي سبب اساسي فيها، او عند 90% من الناس، هي فكره الفراغ. فكره ان انا عندي وقت مش عارفه اعمل بيه ايه، فانا مش لاقي حاجه اعملها. فهي المفروض يبقى عندنا حاجات مشغولين عشانها، حاجات احنا بنجري علشان نعملها، هدف احنا بنسعى له بعيدا عن الاكل. يعني انا بشوف ان اكتر هدف هيخلينا نقدر نتحكم في شهيتنا ان احنا يكون عندنا هدف ان احنا نكون صوره احسن مننا في كل جوانبنا. فهتلاقي نفسك اللي هو انت طول الوقت مشغوله تطوري نفسك في حاجه معينه. من ضمن الحاجات اللي هتخليكي احسن انك تظبطي اكلك عشان شكل جسمك يبقى احسن، صحتك تبقى احسن. فدي عامل اصلا يخليكي انك تظبطي اكلك اكتر في الشتاء. الفكره كلها والله العظيم في موضوع الاكل من اوله لاخره كده فراغ. فراغ. احنا محتاجين ناكل ايه، نفكر كده في الاكل كقيمه غذائيه هيديني ايه، ومحتاجه اكل كام مره في اليوم، وابقى عارفه ان في اكلات معينه لما باكلها بتزود جوعي. فاكيد الاكلات دي انا باكلها كتير في الشتاء، عشان كده بجوع اكتر في الشتاء. يعني الناس مثلا في الشتاء زي ما قلت بليله باللبن بالسكر، فدي هترفع سكر الدم، سحلب وهكذا، طول الوقت بياخدوا حاجات تعلي اصلا سكر الدم، فبيلاقوا نفسهم جعانين اكتر. فخلاصة الموضوع، الشتاء فصل حلو جدا نقدر نخس فيه، بس لو فهمنا صح، لو فهمنا ان احنا بناكل كتير عشان عندنا فراغ، فنحاول نظبط وقتنا ونظبط تفكيرنا. وفي ناس ما بيكونش عندها فراغ بالمناسبة، بس بيكون عندها مشكلة ان هي غير واعية، يعني بتاكل بدون وعي. الموضوع هيتحل بسهولة جدا. وفعلا الشتاء من احسن الاوقات اللي نقدر نخس فيها. كنت عاملة الريل اللي فات وقلت لكم السبب الاساسي ان احنا لبسنا مش بيبان ان احنا تخان، فده بيشيل من علينا ضغط نفسي كبير بيحصل في الصيف، فنقدر نخس برواقه ونكتسب عادات صحيه نكمل بيها بعدين.